وصفتنا اليوم الكمونية، سويت بجنبها خبز. يا سلام، شوف الطريقة. أنا عندي الموية الحارة، ضفت عليها القرفة ورغال وقرنفل وهيل، ضفت البصل والثوم. هنا عندي الكرش، اشتريته مغسل منظف، رجعت غسلته مرة ثانية ونضيفه على القدر. نشيل منه الزفرة ونخليه يطبخ تقريبا 20 دقيقة، وكده عندنا الكرش جاهز. والأماصير بعدها ننزل البصل على القدر ونصب الزيت ونحرك لين يذبل البصل. هنا عندنا شوية لحمة، استخدمت الضلوع، ونحمسهم كويس مع بعض. بعدها نضيف شوية ثوم ونحرك. هنا عند الكرش قطعتين مربعات ورجعت غسلتها مرة كويس، نضيفها على القدر ونحمسه على نار عالية تقريبا 5 دقايق. ضروري الكرش ينحمس مرة كويس، شايفين لين يصير بهذا الشكل. بعدها نضيف ملعقتين كبيرة معجون طماطم ونحمس المعجون مرة كويس مع الكرش لين يصير بهذا الشكل. نضيف شوية من عصير الطماطم، ما تكثروا، ونحمسهم كويس مع بعض. والبهارات بطحنها في نفس الوقت بتكون أحسن. نضيفها على القدر، بكتب لكم إياها تحت بالوصف. لين تصير بهذا الشكل. يا سلام. بعدها نصب المويه ونخليها تطبخ على نار عالية، ونغطي القدر نخليه على نار متوسطة لين تستوي، أو إنكم تستخدموا قدر الضغط بيكون أسهل. للخبز أحتاج كوب دقيق، رشة ملح. هنا عندنا تقريبا 200 ملي موية. الموية ضروري تكون حارة. نصبها الدقيق، حنشوف كم حنحتاج مع الدقيق، ونعجنها باليد لين نضبط عجينة تكون متماسكة. شايفين بهذا الشكل. شايفين استخدمنا تقريبا 120 ملي بالتمام. أخذت قطعة من العجينة وحفردها، حوريكم السماكة المطلوبة. شايفين بهذا الشكل. بناخذها عصاج يكون حار، نصير نحركها بهذا الشكل لين تبدأ تطلع فقاعات. بقلبها على الوجه الثاني وننتظر عليها كمان، نضغط عليها بهذا الشكل لين تبدأ تستوي وتنتفخ. شايفين بهذا الشكل. يا سلام. نسيت أضيف شوية فلفل. كده عندنا الكمونية جاهزت. يا سلام. وبجنبها الخبز، وكده وصفتنا صارت جاهزة. وبالعافية.